تعالوا ندفي البيت ونعمل مع بعض أحلى بسكوت برتقال سهل وبسيط جدًا، وكمان ببيضة واحدة بس هيطلع مقرمش وجميل جدًا. الصبح كده مع كوباية شاي ريحته كمان وطعمه حكاية، هيعجبكم جدًا، أتمنى تجربوه ويعجبكم. وكمان في الفيديو هاقول لكم إزاي تطلعوا روح البرتقان من قشر البرتقان بس، تقدروا تخزنوه كمان وتستخدموه بدل الفانيليا، بيخلي ريحة الحاجة وطعمها جميل جدًا ونكهته قوية. أتمنى تشوفوا الفيديو لحد الآخر، وما تنسوش لو أول مرة تشوفوني تفعلوا زر الاشتراك، الزر الأحمر تحت الفيديو، ولايك للفيديو لو عجبكم، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم جميع وصفاتي. اول حاجه عندي برتقان غسلته كويس وهبتدي اقشره، وافضل مقشره لنطلع قشر البرتقان بالشكل دوت، لاني مش عايزين نطلع القشره البيضه اللي موجوده دي عشان ما يبقاش يعني مر يعني. وهبتدي احط فيه معلقه سكر بالشكل ده او حسب الكميه اللي انت عاملاها. بتحطي معلقه سكر عليها وتقلبيها كده بالشكل ده ونغطيها بستريتش راب. نسيبها لتاني يوم. هنطلعها بعد تاني يوم كده وهنلاقيها القشرة كده تحس ان هي استوت لكن هي ما استوتش يعني. هي طرت جامد جدا ونزلت كمان شوية من زيت البرتقال. هاخد انا القشر دوت وهبتدي افرمه فرم ناعم جدا. وافضل حاجة الكبة، لو حسيتي ان الكبة ما لفتش كويس معاكي تقدري معلقة عصير برتقال، معلقة صغيرة خالص علشان تلف بس ما تكتريش، لان احنا عايزين روح البرتقال او نكهة البرتقال تبقى قوية جدا في الوصفة معانا. فدي افضل طريقة ان احنا ما نحطش عصير برتقال كتير، يا دوبك بس عشان الكبة تلف معاكي. وببتدي اصفيه في مصفى ضيقه بالشكل ده. شايفين لونه فظيع وريحته كمان فظيعه جدا. تقدري تحفظيه في اكياس صغيره بالشكل دوت على قد مثلا ما انت هتستخدمي للوصفه الواحده، علشان كتر تسييح الحاجه، ولو حطيها مره واحده كتر تسييح الحاجه بتخليها تبقى عامله زي الميه. فدي افضل طريقه للتخزين. هبتدي اجيب الزبدة وبدرجة حرارة الغرفة، وعشان تسيح بسرعة قطعتها مكعبات بالشكل دوت. الزبدة حوالي نص كوباية سكر، والزبدة حوالي آم، نص كوباية برضه، يعني السكر والزبدة زي قد بعض. هكتب لكم الوصفة بالجرامات وبالكوباية في صندوق الوصف سهم صغير تحت الفيديو، تقدري تدوسي عليه وتاخديها سكرين شوت. حطيت هنا بضايه بعد ما ضربت السكر معايا كويس جدا، وهبتدي احط بشر برتقان اللي بردك طلع معايا. هحط بشر برتقان حوالي معلقه صغيره، وسبتهم يضربوا مع بعض بالشكل دوت. هبتدي احط كمان روح البرتقان اللي احنا طلعناه، هحط معلقتين كبار وهقلبهم مع بعض بالشكل ده. بعد كده هنزل بجزء من الدقيق. الخطوة دي احنا مش عايزين ندعك كتير في العجينة، احنا عايزين بس نلم الدقيق. هحط كمان بيكنج باودر حوالي 5 جرام، معلقة صغيرة. وهبتدي اقلبه كده بالسباتولا بالشكل دوت في الاول. بعد كده نقدر نقلب بايدينا اول ما نحس عشان نحس بالعجينة. هنلم الدقيق بالشكل ده وهنزلها على الرخام عشان احس ان مفيش دقيق خالص في العجينة، واقدر اكورها بالشكل دوت. وهسيبها تستريح حوالي ساعة في التلاجة. تغطيها، تحطيها وتغطيها وتحطيها في التلاجة ساعة بس
عشان ما تبقاش سايحة منك، تقدري تشكليها. بعد ما طلعتها بعد ساعة هبتدي افردها بالشكل دوت. واي بسكوت بيتشكل باي حاجة بيتفرد بالشكل ده. هي اول مرة مجرد ما تتفرد معاكي، بعد كده بالمنشبة بتاعتك بالنشابة بتاعتك بتبتدي تمشيها بالشكل ده كده، علشان تبقى السطح بتاع الحرف والجزء اللي في النص كله يبقى سوا واحد. اي بسكوت بيتشكل باي اداة عندك بيتعمل بالشكل دوت. هبتدي باي حاجة عندك تقدري تشكلي بيها البسكوت بتاعك. عندي الشكل دوت، وتبتدي تحطيه الاول في الدقيق عشان ما تلزقش فيها، وتطلعي الباقي بالشكل ده وتبتدي ترصيه في صاجة مش مدهونة. لو هتحطيه في الصاجة مباشرة او الصينية بتاعتك مباشرة ما تدهنيهاش حاجة خالص، هو مش هيلزق. بس انا بحب استخدم ورق زبدة على طول بحطه في الارضية. لكن لو هتحطيه على طول في الصينية بتاعتك مش لازم تدهنيها اي حاجة، لان هو فيه زبدة والزبدة مش هتخليه يلزق في الصاجة بتاعتي. طبعا في الخطوة دي انا هنا مشغلة الفرن على درجة حرارة 160. وكمان فردت عجينة وهوريكم بكوباية كمان، لو ما عندكيش اي حاجة تقدري تستخدمي اي كوباية عندك وبتعملي بيها بالشكل ده، تشكلي بيها بسكوت باي حاجة تقدري تشكليها. وعملت بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين رصيتهم. وعندي هنا صفار بيضايه، وكمان حطيت معلقة روب او زبادي، وكمان حطيت روح البرتقال اللي احنا طلعناه وقلبتهم مع بعض بالشكل ده. وهبتدي اعمله بالشكل دوت كده فوق الوش. هبتدي ادهن وش البسكوت كله، وهندخله الفرن بياخد 10 دقايق بالظبط، او لحد ما تلاقيه احمر من فوق ومن تحت بالشكل ده بيطلع شكله. وريحته مش قادره اوصف لكم، ريحته البرتقال طالعه يعني مش قادره اوصف لكم، جميله جدا وطعمه جميل ومقرمش. في قرمشه كده جميله جدا. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها. ما تنسوش لو الوصفه عجبتكم وجربتوها او قدرت افيدكم باي معلومه ولو صغيره قد كده اهو، لايك وشير كتير جدا عشان ناس كتير تستفاد من الوصفه، ولايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، واشوفكم دايما على خير.